السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هي المحاكمة الفاصلة لملكة جمال السابقة وحيدة قذوج، يا إما أن تحبس أو يطلق سراحها نهائيا وترفع عنها الرقابة القضائية. علقت وحيدة قذوج قبل صدور الحكم لكتبها ربي مرحبا بها، وشكرت كل واحد وقف معها برسالة إيجابية ولا دعاء ولا اتصال، وقالت بلي هذه الضربة بينتلها بزاف ناس ما يستهلوش صداقتها. وقالت أيضا أنها غربلت وما زال، والحبس قادر كل واحد يدخله واللي يلحق والدنيا صعيبة. وراءها بساعتين علقت على حسابها في الانستغرام: الحمد لله غرفة الاتهام رفضت الاستئناف، وأنه الحق بان ووحيدة ما تدخلش الحبس. وشكرت أمها وقالت هي الوحيدة اللي كانت واقفة معي وتتعذب. أيضا شكرت متابعين توحى اللي قالت بينتولي حبكم وللكامل وانتم تدعولي ونهار كامل متحيرين عليا. وفي المقابل حطت واحدة من المتابعين التوحى اللي بحثت لها في الخاص وقالت لها ربي يخفف عليك إن شاء الله ويسترك، وصحة بعد للناس ترتاحي شوية وما تخميش بزاف، المؤمن مصاب وربي يوفقك، قسمتي لي قلبي والشكوى لربي. ثم في المقابل حطت تعليق هذه المتتبعة في صفحة أخرى اللي علقت فيها هذه المتتبعة: والله تحير شغل نورمال لو كان واحد زوالي يترشى في الحبس. وهنا ردت عليها وحيدة قذوج قالت لها شوفوا النفاق. من هنا نقول لكم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش تخلوا لي اشتراك للقناة وتديروا جيم الفيديو باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.